احرق، دمر، اقتل، ثلاثية تحققت خلال ساعات معدودة داخل منطقة مسبيرو وما حولها. ولا تتعجب، فهذه هي نتيجة المصادمات بين آلاف من المتظاهرين الأقباط تجمعوا في مسيرة للتنديد بما وقع لكنيسة ماريناب بأسوان. وفجأة انطلقت الشرارة التي أدت إلى وفاة 24 شخصا وإصابة أكثر من 200 آخرين، ما بين مدني وعسكري حسب الإحصاءات الرسمية. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تجاوزه لإحراق مدرعتين و6 سيارات مدنية، من بينها سيارات لعاملين داخل مبنى مسبيرو كانوا يؤدون عملهم، بينما تحرق سياراتهم بالخارج. واندلعت النيران كذلك في بعض واجهات العمارات المتواجدة بمنطقة مسبيرو، ولا يعرف قاطنوها من سيعوضهم عن تلك الخسائر الرهيبة، بل من سيعوض مصر كلها عن جرح كلما التأم حاول البعض أن يفتحه مرة أخرى، ولا أحد يعرف هل هو من الداخل أم من الخارج. وكل العزاء لمن فقدوا أبناءهم نتيجة أخطاء قلة تحاول العبث بمقدرات هذا الوطن. شريف رضوان، لصباح الخير يا مصر.